السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد ريفيو على يونت 1. طبعا احنا شرحنا الدرس الأول والتاني والتالت والرابع والخامس، كل درس منهم نازل فيديو على القناة. من فضلكم لايك واشتراك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. طبعا النهاردة هناخد ريفيو اللي هي المراجعة على يونت 1 كاملة. هناخد المراجعة وهناخد حلها. أول شيء هنا هنقرأ الكلمات مع بعض. senses الحواس. tongue لسان. touch يلمس. taste يتذوق. break time وقت الفراغ. energy الطاقة. healthy habits يعني عادات صحية. owner يعني مالك الشيء. jingling صوت رنين خفيف. share يشارك. greedy طماع. smell يشم. yummy لذيذ. هنا الجزء الخاص بالpronunciation النطق. اللونج vowels feed plate home. والشورت vowels hat put pen. طبعا هنا على المراجعة سريعة على present simple، طبعا نازل لها فيديو وحديها. I ووي وذي ويو طبعا بياخد التصريف الأول من الفعل، يعني التصريف بتاع الفعل بدون أي إضافات. طيب I go to school on foot أنا بمشي للمدرسة على الأقدام. I جت معاها go في المصدر. We play tennis after school إحنا بنلعب التنس بعد المدرسة. طيب لكن هي وشي وإت أو أي اسم مفرد بيجيني الفعل مضاف ليه اس أو اي اس أو اي اس. الاس مع معظم الأفعال، الاي اس مع الأفعال المنتهية بأو أو بإكس اس اس سي اتش اس اتش. والاي اي اس بتضاف لما الفعل يكون منتهي بواي قبلها حرف ساكن، هنضيف اي اس ونحذف الواي. he flies a plane يعني هو بيطير الطيارة. هنا بقى عندي general exercise on unit 1 اللي هو الاختبار الكامل على unit 1، هنقرأه ونحله حالا. طبعا عندي number 1 listen and circle استمع وضع دائرة. طبعا المفروض ان احنا نستمع للقطعة كويس جدا، وانا بوصي اولا تقرأوا الاسئلة الاول قبل الاستماع للقطعة. ليه؟ عشان تعرفوا انتوا هتركزوا على انه او على اي جزء من القطعة. فيلا نبدأ مع بعض. جحا طبعا دي احنا قرأناها قبل كده. جحا was hungry جحا كان جوعان but he didn't have enough ولكن ما كانش عنده enough time ولا money. طبعا money مال. he smelled delicious هو شم delicious ايه بيتزا ولا سوب؟ طبعا زي ما خدنا في الفقرة سوب. he sat outside هو جالس outside بخارج الريستورانت ولا السيتي؟ طبعا الريستورانت المطعم. the نقط asked جحا to pay for the smell مين اللي طلب من جحا ان هو يدفع مقابل الرائحة دي؟ هو الفيليجر ولا الأونر؟ طبعا الأونر. هنا عندي اللي تشوز الاختر، هنختار طبعا الإجابات الصحيحة دي بتكون من الكلمات ومن الجرامر. هنا عندي number 1 I نقط my tongue to taste food. I بيجي طبعا معاها الفعل في المصدر. هل المصدر to use؟ طبعا غلط. هل using؟ طبعا غلط. هل use؟ نعم use هي المصدر. طب uses؟ طبعا غلط، يبقى الإجابة الصح هي number C. She doesn't have enough money to نقط for her dress. to what بقى؟ to her dress هي ما معهاش المال الكافي
إن هي تعمل إيه لفستانها؟ pay يعني يدفع، grow يكبر أو ينمو، sit يجلس، solve يحل. يبقى هي ما كانش معاها المال الكافي عشان pay تدفع للفستان بتاعها. We can نقط flowers in the garden with our noses. We can smell the flower. طبعا يعني نشم الرائحة، لأن taste يتذوق غلط، touch يلمس غلط، hear يسمع غلط. When someone نقط greedy they want more than they need. لو فيه شخص ما بيكون greedy طماع، هو بيبقى عايز حاجات أكتر من اللي هو محتاجها. يبقى someone هتاخد are، هي طبعا مفرد someone طبعا لأ. طيب هتاخد are طبعا غلط، هتاخد is أيوة. طب هتاخد have طبعا غلط، do غلط. ننتقل للجزء اللي بعده. هنا طبعا عندي هنكمل النص من خلال الكلمات الموجودة في المربع الأصفر. learn يتعلم، senses حواس، park مدينة الألعاب أو المنتزه، smell يشم، taste يتذوق. Today is a beautiful day. النهاردة يوم جميل. We are at the إحنا بنكونوا فين؟ في البارك طبعا number 1. On the school trip on the school trip في رحلة المدرسة. We went to نقط to more about things around us. We went to ذهبنا لإيه بقى؟ to learn عشان نتعلم الحاجات اللي حوالينا، يبقى دي رقم 2. We use our نقط to help us understand more. وكمان استخدمنا إيه؟ استخدمنا الحواس senses to understand more عشان نستوعب ونفهم المزيد. We see the sunlight with our eye. إحنا بنشوف ضوء الشمس بعينينا. We can نقط the flower. بنعمل إيه للفلاور؟ smell يشم. تمام. We can taste fruit. بنتذوق الخضروات. Our senses are amazing and work all the time. حواسنا بتكون مذهلة وبتعمل طوال الوقت. هنا طبعا عندي التكست اللي هو النص هنقرأه مع بعض وهنترجمه. One day يوما ما a monkey saw a small bird. قرد شاف طائر صغير with a broken wing لكن للأسف جناحه مكسور. The bird couldn't fly. الطائر الصغير ده ما كانش قادر fly يعني يطير. The monkey picked some leaves and made a soft bed. المونكي جاب بعض الأوراق and made a soft bed وصنع منها سرير مريح وناعم for the bird للمين؟ للطائر. It gave the bird fruit to eat. وكمان اداله فروت فاكهة عشان ياكلها. The bird was happy. البيرد كان happy سعيد and thanked the kind monkey. وكمان شكر المونكي العطوف اللي هو القرد العطوف. After a few days بعد بضعة أيام the bird's wing got better. دراع الطائر ده بدأ يتحسن could fly away وبدأ إن هو يرجع تاني للطيران. The monkey was very happy. المونكي اللي هو القرد كان happy يعني سعيد. That it could help لأن هو قدر يساعد البيرد. هنا عندي choose. The monkey saw a bird with a broken. كان عنده broken البيرد ده كان عنده broken leg طبعا لأ. broken wing جناح طبعا هي اللي صح. beak منقار غلط. feather ريش غلط. The monkey was المونكي كان dangerous خطير طبعا غلط. strong قوي غلط. brave شجاع غلط. بس كان kind عطوف. طيب what did the monkey give the bird? what did the monkey give the bird? ادى ايه للبيرد؟ طبعا هنجيب الحل من القطعة من أول it gave the bird fruit to eat. اداله فروت عشان يأكلها. تمام. طيب how did the monkey make a soft bed؟ طب هو عمل ازاي soft bed؟
سرير ناعم للمونكي، عمله ازاي؟ نجيبها من قطعة تاني. he picked the monkey picked some leaves and made a soft bed for the bird. الإجابة دي. تمام كده، يبقى دي اتحلت ودي اتحلت. هنا بقى عندي read and write the correct from the word between practice. Number 1, every morning she have a healthy breakfast with her family. طبعا he وشي وإت بياخدوا ايه؟ بياخدوا معاهم has مش have غلط. we visits، هل ينفع مع we أجيب الفعل فيه اس؟ طبعا غلط، هتبقى المصدر visit من غير اس. some children run and jumps very well. children أطفال جمع، هتبقى jumps لأ عشان هما مش مفرد، يبقى هنحذف الاس، هتبقى jump فقط. jump يعني ايه؟ يعني يقفز. jump فقط، هنحوش الاس بس. this salad، هذه السلطة. taste، طيب السلطة مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى tastes هنحط لها حرف الاس. هنا طبعا write a paragraph of 3 sentences about what healthy eating habits، عن العادات الصحية للأكل. طبعا فيه guiding elements، كلمات بتساعدني، هي fruit فاكهة، vegetables خضروات، breakfast الإفطار. لو عايزين أعمل فقرة فقط أو فيديو فقط خاص بالباراجرافات اللي كانت في يونت 1 كله نعملها مع بعض. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى إن شاء الله تعملوا اشتراك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.